السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانويه عامه 2026. طبعا الفيديو ده ظهر لك بعد امتحان العربي على طول اول ما تروح البيت، وان شاء الله يكون الامتحان كويس وربنا كرمك فيه وايه وطلعت باقل الخسائر. تمام، ده كده كده في الاول وفي الاخر امتحان عربي. تمام. هنتكلم بخصوص اول حاجه، هل تراجع نموذج الإجابة بتاع امتحان العربي ولا لأ، وتراجع ولا لأ، ولو راجعت ولقيت نفسك غلطان كتير تعمل ايه؟ وأنا أصلا أول ما راجعت لقيت نفسي غلطان 10 درجات. تمام. أول لما تيجي هتمسك التليفون هتلاقي جروبات التليجرام منزلة إجابات، هتخش تفتح وهتقعد تراجع. هتلاقي الفيسبوك منزل وهتراجع. انا بقى مش ما عنديش مشكله في اللي بيراجع، كده كده الانسان ذات نفسه هو حتى لو ما بيحبش يراجع، لو شاف بوست هيفتحه وهيراجع برضه يشوف نفسه غلطان ولا لا. انت كده كده حتى مهما عملت ومهما رجعت من كذا مصدر وخليت المدرس ذات نفسه بتاعك يحل لك الامتحان كله، انت مش هتغير حاجه في البابل شيت اللي اتسلم. كده كده هو اللي اتسلم، بس احنا برضه في كده حاجه جوانا بتحب اللي انت عايز تراجع تعرف بس انت ناقص قد ايه. بس في هنا بقى عندنا نوعين. نوع لو حد مثلا ناقص درجات، النوع الاول اللي هو ممكن ياخدها كحافز، النوع التاني اللي هو هيقعد متضايق لحد الامتحان الجاي، والنوع التاني ده هو المعظم، اللي هو انت عرفت ان انت غلطان ده انك متضايق بقى لحد الامتحان الجاي، وبسبب نقصك في امتحان العربي انت هتنقص في الامتحان الجاي. فعشان كده يستحب ان انت ما تراجعش لو انت من النوع ده. انا عن نفسي لما راجعت امتحان العربي وعرفت ان انا انقص 10 درجات، انا لو انا كنت خدتها من وجهة تانية او نظر تاني، اللي انا كده المفروض انا ناقص 10 درجات في اول ماده واحنا كنا 7، يعني في كل الست مواد الباقيين لو نقصت 10 كده انا ناقص 70 درجه. 70 درجه دول ما يدخلونيش اي حاجه. بس خدتها من ناحيه تانية، اللي هو خلاص انت خلاص انت نقصت، انت مفيش اي حاجه في ايدك انت تغيرها. اللي في ايدك اللي انت تقفل المواد الجايه. اللي في ايدك ان انت تقفل فيزياء، اللي في ايدك ان انت تقفل كيمياء، اللي في ايدك ان انت تقفل جيولوجيا، اللي في ايدك تجيب اعلى درجه ممكنه في الانجليزي، اللي في ايدك تجيب اعلى درجه ممكنه في الفرنساوي. وبعد كده ربنا يكرمها بقى في الاحياء. ده اللي انا حطيته قدامي، اللي هو ده اللي في ايدك. تمام. انا رجعت، انا قلت لهم في البيت اللي انا ناقص 10 درجات، بس ما عرفتهمش ال10 بقى عباره عن ايه. كان منهم سؤال ناسيه خالص بدرجتين ما عرفوش غير بعد النتيجه ما طلعت، وكان منهم اسئله اللي هي اكسات قلت لهم انا عامل 2 بس وانا كنت عامل 4، كنت حاسبهم كلهم على اساس اللي هي بقى الكلام اللي كان بيتقال اللي هي ما بتتحسبش والكلام من ده، بس الحمد لله الاكسات بتتحسب. حتى لو ما اتحسبتش لك في النتيجه، لو عملت تظلم بتاخدها. تمام، وهتاخدها وانت واقف عادي. الناس عملوا تظلم وخدوها لو ما اتحسبتش لهم اصلا. تمام. وفي المقالي لو عملت تظلم بتاخد، بس ان شاء الله يعني ربنا ما ودناش الحته دي. فانا بقول لك بقى ايه، لو انت نقصت خدها بقى الناحيه تحفيز، اللي هو الناحيه خلاص انا هقفل كيمياء، هقفل فيزياء، هقفل احياء، هقفل انجليزي، ده حطها تحط دي قدامك. تمام. وكده كده انت بتجمع درجات، انت في سباق بتجمع درجات لحد ما توصل لاخر السباق اللي هو الاحياء. تمام، ده اللي هنتكلم فيه كله. يعني يا ريت ما تتضايقش من الدرجه، او ما تخمشهاش جواك. انا عن نفسي لما نقصت في العربي ما حسبت ان انا ناقص 10 درجات، انا يعني ما زعلتش من جوايا. حتى في الكليه بطلع راجع الامتحان كله، بس ما بتضايقش لما اغلط. خلاص هو ده اللي انت عملته، ده انت عملته جوه اللجنه، انت مفيش حاجه في ايدك هتقدر تعملها اللي انت تغير اللي انت عملته، خلاص. تمام. تاني حاجه بقى بالنسبه للكيمياء، واحكي لك موقف يعني هو ربنا يعني وفقني فيه، اللي هو ما فتحتش مذكره ليالي الامتحان بتاعه مستر عبد الجواد او مستر خالد الصقر. ما فتحتش اي مذكره ليالي الامتحان او سمعتها. هتعمل ايه بقى اما انت ما تيجي انت النص اليوم ده لو ما ضيعتوش، فانت تاخد فيه الباب الاول باب التاني معلش هاخده وقت. طب لو لا قدر الله في حاجه واقفه قدامك هتروح تسمعها وهتحل عليها على الجزء اللي انت واقع منه. تمام، هتحل عليه سؤالين 3 4 5 6. تمام. وبعدين تحل لك شامل. الفصل التالت والرابع نفس النظام، الحاجة اللي هي موقعة منك هتروح سامعها وتحل عليها وتحل شامل. العضوية نفس الكلام. طب لو انت بقى مفيش ضيع في كفصل كامل هتسمع الفصل كامل، ضيع في الكيمياء انت مش جامد كلها في هتقعد حاجه، تسمع بقى وتحاول ادعي تحل ودوس. جزئي بس ادعي بقى. كده مش هتعرف تحل شوام. تمام. يعني ده اللي انت المفروض تعمله في الكيمياء. هل هتسمع او تشتري مذكرات ليالي الامتحان؟ انا اقول لك بقى مذكره ليالي الامتحان بتاع مصطفى عبد الجواد، انا كنت باخد مع مصطفى عبد الجواد. مذكره ليالي الامتحان كان منزلها 2024 اللي السنه قالوا فيها هو مصاب الامتحان والكلام من ده. كان حاطط فيها معلومه
هي كمنهج معلومته صح، بس كعلميا المعلومه مش صح، والمعلومه دي جت في الامتحان بتاعه الخليه بتاعه زد ان والهيدروجين. اختار مين اللي هو تمام كان اكثر تفاعلا او حاجه زي كده، هي هتلاقيها اتعدلت عندكم والسؤال بقى مظبوط، بس ما كانت في الامتحان عندنا مش مظبوط، واختاروها كعلميا والمعظم عملها زي مستر عبد الوهاب كان حاططها في الكتاب عنده، مستر خلاص كان حاططها، كل المدرسين كانوا حاطينها اللي هي هتبقى اجابه كذا، والوزاره عملتها اجابه تانية علميه. تمام. فانت الموضوع بيبقى معتمد توفيق من ربنا. يعني أنا الحمد لله اللي انا ما فتحتش ذاكرت لها الامتحان، الحمد لله اللي انا ما سمعتش الباب الرابع، بس انا سمعت ايه، انا كنت موقع على الفصل الثالث، فسمعت مسائل الفصل الثالث، مش الفصل الثالث كله، مسائل الفصل الثالث. تمام. فالحاجه اللي انت موقع فيها دي اللي تخش تسمعها، ما تروحش تسمع لي المحتوى كله، ما تروحش تضيع وقتك في حاجات انت لو انت استغليت الوقت ده في حاجه تانية هتاخد افاده، يعني هتاخد يعني مثلا لو انت سمعت مستر محمد عبد الجواد او مستر خلاص سمعت الفيديوهات تستفيد مثلا 50%، لو انت لوحدك هتستفاد 70، لا انا خليني مع نفسي اخد 70% احسن. يعني انت اولى باي وقت دلوقتي، انت اولى باي حاجه توفرها وقت تعرف تذاكر فيه. فهو حوار الفيديوهات انا عارف ان انت تسمع الفيديو وتروح تسمع الفيديوهات، فما عنديش اي مانع، ده نصيحه بقولها لك. يعني هو كمان انا بقولها لك والحمد لله وفقني ربنا وفقني فيها، وان هي المسائل بتاعه الفصل الثالث جت نفس الافكار مستر عبد الجواد كان حللها، والفصل اللي انا ما سمعتوش جه منه سؤال وكان محلول غلط. فهي دي توفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر. فانا بقول لك الحاجه اللي هي هتساعدك تخلص وتنجز. ولو ورقه المفاهيم بالله عليك، ورقه المفاهيم مهمه في الكيمياء، ورقه المفاهيم مهمه في الكيمياء. الفصل الاول والثاني والعضويه مليانين موجودين كلهم في ورقه المفاهيم. يعني انت فاهم الكيمياء وتعرف تحل مسائل الكيمياء وفاهم المسائل بتاعت الكيمياء، انت مش هتحتاج حاجه غير ورقه المفاهيم اللي معاك في الكيمياء العضويه. الفصل الاول والثاني نفس الحوار، المشكله كلها معاك في الفصل الثالث والرابع، فحاول تديهم حقهم في ليالي الامتحان. الفصل الثالث والرابع حاول تديهم حقهم في ليالي الامتحان، الفصل الثالث والرابع حاول تديهم حقهم في ليالي الامتحان. يعني دي ابسط حاجه ممكن اقولها لك. هتحل شامل كل يوم، شامل واحد، الاول يوم نص اليوم ده تاخد في البابين الاول والثاني، والله ما ياخدوا وقت منك. عايز تاخد العضويه وبعدين تشوف الثالث والرابع، ما عنديش اي مانع. عايز تاخد الثالث والرابع وبعدين تشوف العضويه، اللي يريحك الحاجه اللي انت موقع فيها ابدا بيها. مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس موقعه الفصل ده وموقعه الفصل ده. تمام. فهو انت شوف اولوياتك الاول وحطها قدامك. يعني ما تكونش مثلا براجع الباب الاول الباب الثاني 50 مره واروح اما اجي الباب الاول الباب الثاني تاني. ما خلاص يا ابني، شوف اللي انت موقع منه، يعني الحاجه اللي انت موقعها خش فيها خلاص. يعني انت هتواجهها امتى؟ اللي انت موقعه ده هتواجهه امتى؟ مفيش تاني خلاص، احنا لقينا الامتحان، يعني الامتحان كمان يومين. ده اللي انا اقدره لك يعني. وده كان فيديو، وده كان نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.